لو تعبتي بقى من الاكل المسبك واللي بزيت والاكل التقيل دوت وعايزه تفصلي باكله خفيفه كده وصحيه ولذيذه وتشبعك، يلا نعمل اسهل واحلى سلطه مكرونه. هاتي اي نوع مكرونه عندك، اسلقيه عادي، حطي منه حبه كده في بوله، عليه شويه من الفلفل متقطعين، شويه خيار متقطع حتت صغيره، بشر جزرايه ولا 2 كده، وشويه زيتون سواء اخضر اسود اللي انت عايزاه، وتقدري تحطي عليها ذره حلو، دي بتتجاب من السوبر ماركت، تبقى جاهزه كده على الاكل على طول. وفي برضو ني بس الصراحه مش عارفه فين. تعالوا بقى نعمل الصوص بتاعها. هتجيبي الطبق نحطي فيه علبه من الزبادي، عليها معلقه صغيره من الخل. عايزه اقولك ان انتي لو حطيتي عليهم كمان مايونيز طعمها هيفرق قوي، بس احنا كمان بنعملها باقل التكاليف واقل الامكانيات وما نحطش فيها مكونات كتير. وعليها بقى عصره نص ليمونه، وبعد كده هنحط عليها ذره من الفلفل الاسود وذره من الملح. ما تحطيش توابل تاني وما تكتريش في التوابل عشان ما يبقاش حادق معاكي ويتعبك. هنقلبهم كويس قوي قوي مع بعض، وبعد ما ندوبهم كده مع بعض هضيف عليهم حوالي ربع كوبايه من اللبن. عايزه اقولك برضو لو انت حابه تضيفي مايونيز هيفرق في الطعم وهيبقى حلو طبعا، بس لو مش متوفر عندك وخلاص مش عندك مفيش مشكله، انا عاملاه من غير مايونيز وطلع طعمه خفيف وسهل كده ولذيذ وخفيف على المعده. وكمان بنحاول نعمله باقل التكاليف. هنحط بقى حوالي 3 معالق كده كبار من اللبن، وهقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعد ما خلاص هقلبه كويس قوي مع بعض واخلط المكونات سوا، هجيب المكونات الجافه اللي احنا عملناها، هحط عليها الصوص اللي احنا جهزناه دوت، وهقلبهم مع بعض. بعد ما اقلبهم مع بعض بقى تغرفيهم في اي طبق. بصي سهله ولذيذه وخفيفه قوي. عايزه اقولك طعمها مختلف طبعا عن اللي بالصلصه والبشاميل والحاجات دي، بس طعمها خفيف سهل ولذيذ. لو كلتي منها كميه تحسي ان انت ما كلتيش حاجه، يعني بطنك خفيفه كده، تنفع قوي الجوع لاخر الليل بقى وكده. عايزه اقولك ان انت المكونات دي والطريقه دي مش هتاخد معاكي نص ساعه وتكوني مجهزاها، سهله وسريعه، مش هتاخد معاكي اي وقت وخفيفه برضو زي ما قلتلك. وكده خلصنا بقى الوصفه. متنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك. عاوزين نوصل ل 1000 مشترك قريب ان شاء الله. نتقابل في وصفه جديده. باي باي.